السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعضينا هريسة الشطة. هنعملها بالفلفل ده. الفلفل ده جميل جدا يا جماعة، انا مش عارفة اسمه هو ولا رومي ولا حامي، بس بيبقى حامي يعني بيبقى حادق. هنقطعه كده وهنخلي البذر اللي جوه بالشكل ده. هخلص الكمية كلها وهرجع لكم. هنا يا جماعة خلصنا الفلفل كله زي ما انتم شايفين. الفلفل ده يا جماعة يعني مش شطشط قوي، تمام. ومعانا كمية توم حلوة، ومعانا الزيت، ومعايا فلفل رومي واخضر. ده اللي انا هعمله للسمك، هوريكم هنعمل بامر الله ايه. هنحط هنا معلقة توم كبيرة، كل ده في الكبة. هناخد نص الكمية كلها وهنفرمها، وهنحط زيت قد نص فنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بنحطش ميه خالص، لان لو حطينا ميه هتبقى صيصه كده، وهوريكم شكلها النهائي. هنعملها بالبذر كله، يعني بحلي القرن فلفل كامل. بصوا يا جماعه شكلها، بصوا شكلها ده. احنا بنشتريها من بره بالشيء الفلاني. الهريسه الشطه دي عايزه تنعميها اكتر، تمام. دي تخللي بيها بتنجان، سمك، تعملي بيها اللي انت عايزاه. بصوا انا منعماها، هعبيها في البرطمان وهوريكم. بصوا هنعبيها في البرطمان، بتقعد معاكي بالسنين. انا بحطها في الفريزر، انا ما بحطش عليها ميه. بصوا ماسكه نفسها ازاي. دي تخللي بيها بتنجان، تعملي بيها سمك. في ناس بتعمل بالسمك بالفلفل الحامي. هعبي البرطمان كله وهعمل الكميه التانيه وهوريكم. بصوا هنحط الثوم تاني والفلفل اهو، الباقي هنحطه. يعني انت بتعملي كل ده على مرتين، تمام كده. وهحط الزيت برضو نص فنجان مش اكتر، وهنشغلها بأمر الله. هعمل هنا حبة بالفلفل الرومي. هحط فلفل رومي علشان مش عايزاه يبقى حامي قوي. هحط له فلفل رومي، واحط هنا حبة ايه صغيرين. ده برطمان هعمله لتخليل البتنجان جنبي يعني. هحط له ملح وكمون عادي، هخليه بباب التلاجة، تمام. وهنحط له الثوم عادي، وهنحط عليه الزيت برضو عادي، بس الفرق ان احنا هنحط له ملح. بصوا هنحط شويه ملح حلوين قد معلقتين كبار، ومعلقه كمون كبيره، وهضرب الكلام ده كله. بصوا ده يا جماعه لونه وشكله كده، ده بيتشال بالسمنه. هنحط له شويه زيت، انا بحفظه في الايه في الديب فريزر. ده بصوا شكله ده متبل. لاي تتبيله انت عايزه تعمليها، عبي ببرطمانات وحطي في باب التلاجة، مش هيحصل له حاجه. عايزه تحطيه في الفريزر في علبه براحتك. انا هعبيه واوريكي الشكل النهائي. بصوا يا جماعه احنا كده خلصنا. دي النتيجه، بسم الله ما شاء الله. ب10 جنيه جبت فيها فلفل 2 كيلو، عملت الكميه دي كلها. دولت هخليهم للتلاجة، دولت هيقعدوني فتره طويله. ودي هخزنها بامر الله. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.